بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأدلة في الكتاب والسنة في ذكر فضائل أداء صلاة الفجر في وقتها في جماعة المسلمين في المساجد، والوعيد الشديد على من لم يصلها في المساجد مع المسلمين من الرجال. فمنها أن الله أقسم بها وافتتح بها سورة في كتابه فقال عز وجل: والفجر. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أقسم تعالى بالفجر الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار، لما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على كمال قدرة الله تعالى، وأنه وحده المدبر لجميع الأمور التي لا تنبغي العبادة إلا له. ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة. انتهى. ومنها أن المحافظة على صلاة الفجر في المسجد من أسباب دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. والبردان هما صلاة العصر والفجر. ومنها أن المحافظ على صلاتي الفجر والعصر في المسجد لن يلج النار. قال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر، والحديث رواه مسلم. ومنها أن الله تبارك وتعالى يباهي بالمحافظين على صلاة الفجر ملائكته. قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. والحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجلين: رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته، فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. والحديث رواه ابن حبان وحسنه الألباني. ومنها أن ملائكة الليل وملائكة النهار تجتمع في صلاة الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. والحديث رواه البخاري والمسلم، واللفظ لمسلم. ومنها أن من صلى الفجر في المسجد في جماعة فهو في ذمة الله، فيا ويل من تعرض له بسوء. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. ومنها أن لأهل صلاة الفجر في المسجد النور التام يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ومنها أن من صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. قال صلى الله عليه وسلم: ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. ومنها أن نافلة صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها،
أي الركعتين التي تركعهما قبل صلاة الفجر السنة الراتبة. قال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. فكيف بالله بصلاة الفجر؟ أما ما ورد من الوعيد الشديد في الترهيب من التخلف عن أداء صلاة الفجر في جماعة في مساجد المسلمين للرجل البالغ، فمنها بول الشيطان في أذن من لم يستيقظ لصلاة الفجر. فعن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. متفق عليه. ومن الوعيد أيضا: لو علم تارك صلاة الفجر في المسجد ما فاته من الأجر لأتى إليها ولو زحفا على يديه وبطنه. قال صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لآتوهما ولو حبوا. متفق عليه. ومنها أن التثاقل عن صلاة الفجر في المسجد من علامات المنافقين. قال صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. رواه الطبراني وصححه الألباني. ومنها أن المتخلف عن صلاة الفجر في المسجد يحرم من النظر إلى وجه الله يوم القيامة. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل: افعلوا لا تفوتنكم. رواه البخاري ومسلم. ومنها أن النائم عن صلاة الفجر يثلغ رأسه في قبره إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني الليل آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو ثم قال عن المعذب في آخر الحديث: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن صلاة المكتوبة. رواه البخاري. أخي المسلم، هناك عدة خطوات يمكن إذا اتبعت أن تزداد اعتيادا ومواظبة على صلاة الفجر في الجماعة. فمن ذلك التبكير في النوم وعدم السهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، أي السهر. ومنها أن تنام على طهارة، وأن تحافظ على قراءة الأذكار التي قبل النوم، وتنام على السنة كالنوم على الشق الأيمن.
ومنها صدق النية والعزيمة عند النوم على القيام لصلاة الفجر. أما الذي ينام ويتمنى ألا تدق الساعة ويرجو ألا يأتي أحد لييقاظه فإن هذا ليس صدقا في النية. ومنها ذكر الله عز وجل عند الاستيقاظ مباشرة، فإن بعض الناس قد يستيقظ في أول الأمر لكنه يعود للنوم. أما إذا بادر بذكر الله عز وجل أول استيقاظه انحلت عقدة من عقد الشيطان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا توضأ أيضا انحلت عقدة أخرى، وهكذا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.